إزاي نعالج القشرة الدهنية اللي بيبقى شكلها كده أو القشرة الجافة اللي بيبقى شكلها كده أو كمان القشرة الموسمية أو لا قدر الله لو كان عندك عدوى بكتيرية أو فطرية. هنستخدم منتجين، أول واحد هيبقى شامبو والتاني هيبقى لوشن. بالنسبة للشامبو أنا برشح ترنجينا لأنه بديل قوي جدا لديكروس اللي سعره دلوقتي عدى 450 جنيه أو 500 جنيه كمان. هو بديل قوي جدًا ليه، هُم فيهم نفس المكونات الmain ingredients الموجودة في الاتنين هو الselenium sulphide وهو مضاد قوي جدًا للعدوى البكتيرية والفطرية، وكمان مضاد للجراثيم. تاني حاجة لإنه ما بينشفش الشعر زي باقي الشامبوهات المضادة للقشرة، لإنه هو فيه جوجوبا oil وفيه كمان مستخلصات القمح. بنحطه على فروة الشعر وبنستخدم الfresh hair massager بنعمل بيها مساج كده لفروة الشعر وإحنا حاطين الشامبو على الفروة عشان نساعد إن إحنا ننضف فروة الشعر كويس جدًا. تاني حاجة هنستخدم اللوشن، واللوشن ده اسمه لوشن كريلا هتلاقوه موجود برضه في كل الصيدليات. حط من 6 ل8 نقط على فروة الشعر حسب حجم القشرة اللي موجودة في شعرك، وهتعملي تدليك برضه للوشن على شعرك سواء كان بالبراش مساجر او بايدك عادي مفيش مشكلة. حاجات لازم تاخدي بالك منها بقى انه مش معنى ان الشامبو ما بينشفش الشعر انك ما تهتميش بترطيبه، يعني لازم تستخدمي كونديشنر على شعرك او هير ماسك وانت بتاخدي الشاور بتاعك. وكمان ما تستخدميش ميه سخنه قويه جدا على الشعر لانها بتغير من البي اتش بتاع فروه الراس فبتسبب قشرة. بالنسبة للمحجبات لازم تتأكدي إن شعرك ناشف تمامًا وأنتِ بتحطي عليه الطرحة، لإن كتمة الشعر وهو مبلول بالطريقة دي من أحد مسببات القشرة. آخر حاجة لو بتتعرضي للقشرة بشكل مستمر، خلّي دايمًا في الروتين بتاعِك استخدام الشامبو المضاد للقشرة مرة واحدة بس على الأقل، علشان خاطر تتجنبي فكرة إنه يطلع لِك قشرة وتضطري تعالجيها.